إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم عاشوراء، وهذا الشهر أي شهر رمضان. رواه البخاري ومسلم. يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتحرى صوم يوم عاشوراء، يعني يقصده ويسأل عنه ويبحث، وهذا يدل على عظم صيام هذا اليوم. كان يتحرى صوم شهر رمضان كما لا يخفى وهو فرض، ويتحرى صوم هذا اليوم وهو عاشوراء، وكانت العرب تصومه في الجاهلية، ولعله من بقايا ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وكان يصومه عليه الصلاة والسلام بمكة، ولما قدم المدينة أمر بصيامه، كان يتحراه ويأمر ويحث عليه، حتى إنه كان صيامه فرضا قبل أن يفرض شهر رمضان، ولما فرض صيام شهر رمضان بقي سنة ومستحبا. ولما رأى اليهود عليهم لعائن الله يصومون هذا اليوم أراد أن يخالفهم، وقال: إن كان العام المقبل صمنا إن شاء الله 9، يعني مع 10، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فعزم عليه الصلاة والسلام أن يصوم مع 10 وهو يوم عاشوراء، أن يصوم 9 وهو اليوم الذي قبله، وهذه سنته عليه الصلاة والسلام. لهذا ثبت عن ابن عباس أنه قال: خالفوا اليهود، صوموا 9 و10. رواه عبد الرزاق في مصنفه. وذكر جماهير أهل العلم أنه يستحب أن يصام يوما قبله هو 9 لهذا الحديث، وأن يصام اليوم الذي قبله هو 11، هذا أكمل. واعتمدوا على حديث في إسناده مقال. من فضائل صوم هذا اليوم وهو اليوم 10 قوله عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. فصوم هذا اليوم إيمانا واحتسابا واقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام سبب لتكفير ذنوب سنة ماضية، والمقصود بالذنوب هي الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة. واعلموا أن الله يتقبل من المتقين. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فشرع لنا في هذا اليوم، في يوم عاشوراء، الصيام اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يشرع اتخاذه عيدا يخصص ببعض المأكولات والمشروبات والملبوسات وأنواع الزينة، لا يشرع هذا، لأنه كما سنبين من فعل اليهود. كما لا يشرع أن يتخذ مناسبة للحزن والبكاء والنياحة وزيارة القبور واللطم كما يفعله الشيعة الروافض. قدر الله جل وعلا أن قتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما في هذا اليوم، ومات شهيدا وهو وأخوه
سيدا شباب أهل الجنة، ونحن نتبرأ ممن آذاه. فحدث للناس في هذا اليوم أن وقعوا في بدعتين: الأولى النياحة والبكاء والعويل، وقعوا في هذه البدعة، في بدعة النياحة ونحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، رواه البخاري ومسلم. وهذا ما يقع فيه الشيعة الروافض، ويجعلون ذلك دينا يتقربون به إلى الله. فما يقع فيه بعض الناس اليوم من زيارة القبور فيه مشابهة لهؤلاء الروافض، لأنه من باب الحزن، ولا يشرع في مثل هذا اليوم. والبدعة الثانية بدعة النواصب. النواصب الذين يبغضون آل البيت، ولعلهم اندثروا الحمد لله. كل المسلمين من أهل السنة والجماعة يحبون آل البيت ويتقربون بحبهم إلى الله جل وعلا. ليس عندنا مشكلة مع آل البيت، بدليل احنا الرجل نسميه عليا، بل أكثر من ذلك احنا نقول لك سيد علي، ونسمي فاطمة رضي الله عنها، بخلاف الشيعة الروافض يسمون كلابهم بعمر وأبي بكر، نعوذ بالله منهم ومن عقيدتهم ومن طريقتهم. هذا موضوع آخر. فالمقصود هؤلاء النواصب فأحدثوا الفرح والسرور بموت السبط الحسين رضي الله عنه، فانتقلت هذه البدعة إلى بعض المسلمين، حيث يفرحون بهذا اليوم ويحدثون فيه من الأمور التي تدل على الفرح والسرور من حيث لا يشعرون، وإن كانوا من أهل السنة والجماعة عموما. فلا يجوز. هذا اليوم إنما هو للصوم فقط. قلت هذا العمل وهو الفرح والسرور من عمل اليهود. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان أهل خيبر يصومون عاشوراء ويتخذونه عيدا، تأمل، ويتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم. الشارة اللباس الحسن الجميل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خالفوهم وصوموا أنتم، رواه مسلم وابن حبان. خالفوهم وصوموا أنتم. خالفوا في أي شيء؟ في اتخاذه عيدا وإلباس النساء الزينة والحلي. قال: صوموا أنتم، شرع فيه الصيام. هذا هو الذي هدى الله إليه أهل السنة والجماعة، وسط بين الطائفتين المنحرفتين. وأهل السنة وسط في كل شيء، في الاعتقاد، في العمل، في السلوك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اهد حكامنا سبيل الرشاد، ووفقهم في صلاح الدين والعباد والبلاد. اللهم اغفر لنا وتب علينا. اللهم اهد قومنا، اللهم اهد قومنا، اللهم اهد شبابنا واهد نساءنا واهد ذرياتنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين وارزقهم العافية يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم. اللهم اقضي ديوننا ويسر أمورنا وفرج همومنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخواني أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.